تتعرفوا شو صار وليه نحن هلا بالمستشفى وبي ايزوليشن، يعني محطوطين بالاوضه وممنوع نطلع من الاوضه، وويليام معنا بالاوضه. احضروا الفيديو. صباح الخير يا حلوين، كيفكم جايز؟ اولا عم بشرب بكبايه جوزه اللي هي the best dad in the world، وعامله ايس كوفي. الفيديو اليوم افتح قلبك. مين بيلبس ليناتات نظر؟ اذا بتشوفوا قد ايه مجوي اللينات دايما هيك، مش معقول. اليوم لابسها ماما تي شيرت، صراحه ثاقبت، يعني انا بدي اخبركم شو صار. وعيت من النوم اليوم بهذا المنظر اللي شايفينه هلا. كتير تعبانة نفسيا، فقلت له لجوزي بتعرف شو، بليز اهتم شوي بويليام، انا بدي اطلع وصور فيديو. ليه بدي صور فيديو؟ لانه اوقات ما بلاقي حدا احكي معه غيركم. نعم، في ناس احكي معها، في رفقة احكي معها، بس صدقوني ما الي جلادة، لانه انا عبالي احكي وما عبالي اسمع الجواب، الاجوبة اللي عم تجيني ما عم تعجبني، فعبالي انا احكي. ليكو الماسكارا بدنا نعمل سكين كير على فكرة، فعبالي احكي وما عبالي اسمع جواب. لهيك قلت تعرف شو، قلت له لجوزي بدي صور فيديو يوتيوب باي. هو بينبسط كثير بس قلت له بدي صور فيديو يوتيوب لانه انتم عم تشوفوا على القناه انه انا مني دائما موجوده. لا، انا دائما موجوده بس مش عم نزل السكادجول اللي عاده انا بنزله. على كل يعني ما حقلكم سبسكرايب بالشانل، واذا كنتوا جديد على القناه بنصحكم انه تروحوا وتتعرفوا علي قبل ما تتعرفوا علي بهذا الفيديو. نصيحه مني لإلكم. اولا الشعرات كتير حلوين. امبارح عملت شعري وكنت عم نق عليها للي عم تعمل لي شعري، وعم بقول لها اسمها كريستيلا، عم بقول لها كريستيلا بليز خلص ما تعمليهم. كانت عم تاخد جايز هيك، يعني هيك كل خصله هالقد عم تاخدها وعم تعملها، وانا قل لها بليز يلا فاستر، خلينا نخلص يلا. انا ما بحب اقعد هيك بالمقعد تبع الكوافير ساعات، ما بحب. فقالت لي ولك تما قشطه شعراتك تقال انطري شوي. ومع حق تاني نهار باغست شعري هيك، بدي ابعث لها صوره واقول لها ميرسي عن جد والله. كريستيلا تلا شعري مبين كتير حلو حتى اليوم. ثانك يو، اتس نايس، اتس سو نايس. بس حدا يعملكم شيء وانتم تحبوا الشيء اللي عم يعمله قولوا له. ما بنقول نحن لبعض على فكره. انا بحب اني اقول I appreciate you, I love you. ميرسي انك عملت لي هالشيء، ميرسي انك عملتي لي هالشيء، ميرسي لوجودك، ميرسي لحكيك. هالكلمه اللي قلتها عجبتني. I love it. بحب كتير اني هيك بس حدا يقول لي شيء او يعمل لي شيء، ولو كانت سيرفيس انا دافع حقها للسيرفيس، بس شو بهم. anyway guys، نفسيتي كتير تعبانه. يعني فيكم تعرفوا ان نفسيتي تعبانه، وخصوصا الفولورز اللي بيعرفوني من قبل واللي متابعيني من زمان، لانه ولا مره شافوني عم ببكي بهالقد فيديوز متقاربه على بعضها. انا ما بوعدكم اليوم يمكن ابكي. فمن هون بتقدروا تعرفوا انه ساره نفسيتها تعبانه. وصراحه مش انه ما عندي حدا احكي له، عندي ناس احكي لها جايز، بس كل مين بحياته وكل مين بشغله ومين له جلادته صراحه. يعني انا هيك بحس، ما بعرف، على الارجح انه الناس لها جلادته بس انا هيك حاسه. anyway نعمل سكين كير. واول شيء ملاحظين انا تاركه الماسكارا لانه حسيت حالي اي لوك كيوت، فقلت بتعرفوا شو، رح اترك الماسكارا اليوم، رح نام بالماسكارا اليوم، لانه عبالي اوعى اليوم الصبح بهالمنظر. I love it, I look so cute وحياة الله. على كلن صورة لانستغرام قبل ما نبلش، صورة لانستغرام تتعرفوا قد ايه السوشيال ميديا فيك. حاتصور صورة على انستغرام وحقول انه good morning وما بعرف شو. حلوة الصورة، لا بناخد وحدة تانية. تعرفوا الصورة على الشاشة عم تطلع احلى من التليفون. شوفوا الصورة، شايفين السعادة اللي أنا فيها. in fact أنا مدمرة. حأكتب بونجور add to your story. هلأ شو الأمات اللي بيتابعوني بدل ما يشوفوا الانهيارات اللي أنا فيها شو بيعملوا؟ لأنه نحن العالم كتير بنحب نقارن حالنا بغيرنا. شو حيعملوا؟ حيقولوا ليك عم بتصور وعم تشتغل وفي مين يساعدها وأنا منهارة. بتمنى اللي شاف ستوري يحضر الفيديو. على كلن رح بلش أول شي عم استعمل هيدا من غارنيه
جايز ما في شيء ما بيشيله هيدا المثل الواتر، يعني بيشيل الميك اب بشكل رهيب. اي لاف ات، بستعمله من كتير زمان على كلن. بحب اعمل هيك. على فكره ما عم شد انا عيني، هيك على مهل. شوف بيرفكت. ليش سارة انت منهارة نفسيا؟ خليني اخبركم، خلينا نرجع بالزمن لورا. انا وقتها قعدت مع جوزي يمكن قبل ما نتجوز حتى، اتفقنا انه نحن بدنا نجيب اولاد، واتفقنا على الشروط اللي حطيناها لنفسنا. طب بس بدنا نجيب اولاد، اول شيء قلت له انا ماني حابه اجيب ولد طول ما انا بلبنان، لانه انا عندي تروما من الطيران فوق راسي، عندي تروما من الحروب، ولبنان وضعه منه مستقر، وانا مني حدا بيقدر يغض النظر، يعني مني حدا بيقدر انه يكفي حياته عادي بهالظروف. فبكل بساطه قلت له ليك جوزي، ليك حبيبي، انا ما فيني اجيب ولد بلبنان لانه انا رح كون كتير ستريس. فاللي عملناه هو انه اول شيء عملناه انه سافرنا برات البلد. فللناس اللي بيقولوا لي ساره ليه سافرتي برات البلد، انا سافرت برات البلد تجيب ولد، لانه حابه انه ابني ما يوعى على انفجارات، والحمد لله انه نحن قدرنا نعملها. تاني شرط كان انه نحن ما حنكون لحالنا، لانه انا بشتغل وجوزي بيشتغل، كيف بدنا نجيب ولد؟ ما حنكون لحالنا، وهذا الشيء اللي ما قدرنا نحققه لهلا لانه نحن لحالنا. فبيزيكلي انا كيف نهاري، يعني انتم بتقولوا لي صوري لنا الروتين تبعك، شو بدي صور لكم؟ شو بدي صور لكم؟ انتم ما بتعرفوا، يعني انا صورت لكم الروتين تبعي. الو. Hello. Yes, doctor. Can you come at 11 o'clock? After 1 hour, okay. It's okay? Yes, it's okay. It's okay. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. هيدا البيدياتريشن تبع ابني، حكيم الاطفال تبع ابني، جايتكم بالحديث. بدنا ننهي الفيديو بعد 20 دقيقة ماكسيموم تنمشي. خليني اقول لجوزي، لا والبيدياتريشن اخد اوف، يعني عم بيفتح بس كرمالي. الو. بيب، بيدياتريشن على ال11. بيدياتريشن على 11. ايه ديل. بدك نروح انا وويلي وبس وانت تكملي شغل؟ لا بدي اروح معكم. بس ساعتها انت هلا شو عم تعملي؟ عم بصور. اوكي، بركي انا بحضر الاغراض ساعتها. بليز. يلا باي. هلا 5 minutes وبوم. اوكي. وحدة من الشروط اللي كنا حاطينها هي انه ما بدنا نكون لحالنا، لانه انا بشتغل وجوزي بيشتغل، مين بده يقعد مع البيبي، مين بده يهتم، مين بده يساعد. فقلنا انه عنا 2 اوبشنز. عم فكر اعمل شفرة لوجهي، عم فكر استعمل هيدا، بس ما عبالي ابدا اجوي شعراتي لانه واضح اني مبسوطه فيهم، فرح ارفعهم هيك لورا، المفروض انه ما ينجوا. اذا مش حاضرين الفيديوهات تبعي جايز، هيدا الشيء بخلي الشعر يبين اكثر، اسمه هير ايدنتيفاير سبراي. شايفين شو بيعمل؟ ببين لكم كل الشعر اللي بوشكم، بس انا من هون ما كثير. اوكي بين. اكيد ما حدا حياخذني بجديه انا وحاط هيدا الشيء على وجهي. واو. anyway، فبس انا حبلت بلشنا نفكر مين بده يساعدنا. مسحت امي. واو واو الجبين. عكلن اول شي فكرنا انه معقولة حدا من الاهل يجي يعيش معنا يساعدنا. رجعنا قلنا انه ما فينا نوقف حياة عالم كرمال نمشي حياتنا، بالنهاية الجماعة عندهم حياتهم، يعني ما فينا انه فيهم يجوا يساعدونا شوي، بس ما فينا نشيلهم من بلدهم، من عيالهم، من الروتين تبعهم كرمال يجوا يساعدونا. اكيد ما حتصير ومش ظابطة. ففكرنا انه اوكي منجيب حدا هيلبر، يعني تكون ناني وهيلبر، بتنظف البيت، بتساعدنا بالاكل، مش ضروره تطبخ، يعني على اكيد ما حتعرف طبخاتنا، بس تقدر انه هي مثلا تقص لي الخضره، تغسل لي الفواكه، وات ايفر هول الاشياء. وهيدا اللي عملناه. وجبنا حدا وما طلع هيدا الحدا ابدا ابدا منيح. جبناها للهلبر، انا بس كنت حبلة، قلنا انه افضل هيك بتعود عليها، بتتعود علي قبل ما يجي البيبي، وابدا ابدا ابدا ما تقطع لا بالحبل ولا بعد الحبل. وبس صار عمره ويليام شهر تقريبا، قلت له لجان بول بليز انا هيدي المرة ما بدي اياها تكون موجودة بالبيت، مش ماشي حالي انا وياها، بليز خلص.
ففللناها وجايز كانت ابدا مش منيحه. على كلن يا صارت الدنيا كلها ابيض، شوي ندمانه وبقينا لحالنا. وانا عزت شويه وقت ريكفري، يعني انا بدي تهيل، بدي اتشافى من هيدي المرة اللي كانت عنا قد ما كانت مش منيحه ابدا. فاخذنا شويه وقت، واوريدي كانوا الاهل عنا اول ما خلق ويليام، وبعدين فلوا الاهل وقلنا اوكي جايز بدنا نجيب حدا تاني لانه مش ماشي الحال هيك. انا وجان بول لحالنا، انا عندي شغلي، هو عنده شغله، وشو ما كان يعني احنا بحاجه لحدا يساعدنا، مش ينظف لي البيت، بحاجه لحدا ينظف لي البيت. يعني بتقولوا لي صوري لنا فلوج، بس البيت قايم قاعد جايز. يعني خليني اشيل هول وراجع. غسلت وجهي، اكيد انه بعد في ماسكارا من تحت، على طول بتشيلوا الماسكارا بيبقى في ماسكارا، ما في مشكله. كلن نحن كنا مقررين انه يجي حدا يساعدنا وما توفقنا بحدا يساعدنا، وتاخرنا تنرجع نجيب حدا تاني غير هيدي اللي كانت موجوده عنا. اولا لانه انا وجان بول قطعنا بفتره انه صار عنا علامة استفهام، هل يا ترى نحن بدنا نكفي بالبلد اللي نحن فيه أو ما بدنا نكفي بالبلد؟ يعني ما عرفنا شو بدنا نعمل، فلهالسبب ما عرفنا إنه منجيب حدا أو ما منجيب حدا. صراحة كنت ناوية كفي السكين كير. شعري لا مش الحال، بس أنا هيدا القصن بحبه يكون مقسوم على النص تماماً افضل. بتعرفوا شو ما زال رايحين وظاهرين، شو رايكم نحط نقطه ميك اب صغيره؟ كنا بسكين كير صرنا بميك اب. تاخرنا تنجيب حدا لانه ما كنا عارفين اذا ناويين نكفي بهالبلد او حنروح على بلد تاني. بالاخر قررنا نكفي بهالبلد، مش لانه انا حابه اني كفي بهالبلد، لانه انا تعبت اني انقل من وقتها ما تجوزت لهلا. صرت ناقله 6 بيوت، يمكن 5 بيوت. خليني اخبركم، انا تجوزت ورحت استاجرنا شاليه على البحر بلبنان، فقعدنا بالشاليه. كان على اساس نقعد بالشاليه 6 اشهر، قعدنا 9 اشهر تا كنا شوي زبطنا بيتنا. هيدا اول شغله. ثاني وحده رحنا على بيتنا بلبنان. اول ما جبنا الفرش على البيت قررنا انه احنا بدنا نسافر، فسافرنا. عشنا باول منطقه اسمها ليفاديا بقبرص، رجعنا رحنا عشنا بكيتي، من بعد كيتي جينا عشنا هون. انا من وقت ما تجوزت صرت ناقله 5 مرات، وانا بعد ما صار لي 5 سنين مجوزه. هذا الشيء جدا متعب، فكتير تعبني هالشي، وما قدرت اني نفسيا ارجع اعمل هيدي الخطوه مع بيبي وما عندي حدا يساعدني. فقررت انه تعرف شو، هيدا المشروع خلينا نأجله، I'm not ready. وهيدا اللي صار، أجلنا مشروع السفر، وقلنا انه اذا الوقت رح يكون مناسب بالمستقبل رح يكون مناسب، يعني مثل ما الله بيريد. بس انا ابدا هلا مني قادره اني سافر وغير المحل اللي انا عايشه فيه. وهيدا اللي صار. وهلا قلنا اوكي، ما زال نحن قررنا انه نحن رح نبقى بالبلد، خلينا نحكي حدا يجي يساعدنا. وهذا اللي صار، يعني بعد ما اجت الهلبر كرمال تساعدني، لانه نحن بحاجه تتوصل، نحن بحاجه من 3 ل 4 اشهر تتوصل. هي ما حتوصل، يعني حتوصل باول 2026، ما حتوصل هلا. انا بتمنى توصل قبل، بس ما حتوصل قبل. نو ماسكارا. وهلا صار وقت خبركم انا ليه مدمره نفسيا. يعني صرتوا تعرفوا انه انا لحالي. اللي صار معي هو انه كنا على البحر، اوكي، ولما كنا على البحر طلبنا هاي تشير لويليام يقعد عليها. يعني بدنا ناكل وما حنقعده بحضننا نحن وعم ناكل، طلبنا له الهاي تشير اللي هي كرسي الاطفال يعني بالمطاعم. واللي صار هو سهوا انا ما نظفتها للكرسي، ما نظفت الكرسي قبل ما يقعد عليها ويليام. كانت خطوة غبية مني. وويليام لقط سالمونيلا من أسأل وأبشع الفيروسات اللي نحن الكبار إذا لقطناها بنفوت على المستشفى. فهيدا اللي صار، لقط الفيروس ويليام، طلعت حرارته وما كانت تنزل. رحنا على المستشفى وقضينا بالمستشفى 4 أيام تنزلت الحرارة. خف الدايريا اللي كان موجود لأنه كان في إسهال كتير قوي، كان عم بنشف جسمه، وجينا على البيت. يعني أنا بهيدي قصة المستشفى كتير تضايقت، كتير حسيت حالي لحالي،
انه حسيت انه كان عبالي حدا يجي يزورني، كان عبالي حدا يعمل لي طبخه ويجي يقول لي هيدي الطبخه كليا، كان عبالي اني حدا يكون موجود حدي، وما كان في حدا موجود حدي. مش لانه شيء، لانه العالم باشغالها، العالم بحياتها، وما في حدا من الاهل هون، مفكر اعمل حواجبي. فهيدا الشيء كتير ضايقني وكتير اخذ لي انرجي مني. اوكي، اسبوع ويليام لقط فيروس تاني. شو هو الفيروس؟ ما حدا بيعرف. يعني نحن ما ظهرنا من البيت، اكشلي ظهرنا بس ما دقينا بشيء، وكنا كتير منتبهين، لانه اصلا انا مضطره اكون منتبهه، لانه السالمونيلا بتعدي، عرفتوا؟ مش بتعدي باللمس، لا، بس يعني بدي يكون كتير منظفه وراي، بس غير له الكوش لويليام، بدي يكون كتير منتبهه، فلا نحن ننعدى ولا غيرنا ينعدى. انكسر القلم هيك بس شوي تيزبط. فأنا كنت سوبر منتبهة، وما بعرف كيف ويليام لقط فيروس تاني. الفيروس هو عبارة عن حرارة، اوكي، بس ما في أي عارض تاني غير الحرارة. بتطلع حرارته كل 12 ساعة مرة وحدة، بعطيه دواء بتنزل حرارته دغري على الدواء، وبيرجع طبيعي الصبي، وبعد 12 ساعة بتطلع حرارته مرة تانية. هلا البيدياتريشن هون على فكرة، خلينا نبلش بهذا الشيء، انه ما بيعطوا انتيبيوتيك هيك. دواء التهاب ما بيعطوا، دواء الالتهاب بينعطى بأسوأ الحالات، وهذا الشيء اللي صح، هذا الشيء اللي لازم ينعمل. بس انا حسيت انه طيب ما الصبي عم تطلع حرارته وقطع، يعني نحن اليوم رابع نهار، وامبارح بالليل اكشلي الصبح يعني 5 الصبح شفت له حرارته، وكانت حرارته 38.8، حرارته عالية. طيب شو الوضع؟ امتين بنعطيه انتيبيوتيك، امتين لا، ما بعرف. الحكيم امبارح انا دقيت له للحكيم وقال لي اذا ضلت عم تطلع حرارته رجعي احكيني. فانا حكيته ولا يعني عم اسمعكم، دق لي وقال لي بدك تجي لعندك. فتنشوف شو صاير. يعني نحن قطعنا باول فيروس فتنا فيه على المستشفى، ما لحقنا نرتاح، لانه بالاسبوع اللي بقينا فيه بالبيت كان كله دياريه، ما لحقنا نرتاح، اجانا فيروس تاني. وانا الشغل تبعي وين؟ والشغل تبع جان بول وين؟ ويقبرني ويليام اولا واخيرا. ويليام يعني انا ابدا ما بدي اياه يكون متضايق، وعم بيكون جدا متضايق وبكي وكتير irritated، واذا ما انعمل اللي بده اياه كتير عم يبكي. ولحالنا انا وجان بول ما بعرف هاي كيف بعد ما قبرنا بعض، بعد ما تخانقنا كتير، انه يعني كيف بعدنا مع بعض ما حدا بيعرف. فهيدا اللي انا عم بعيشه. ليش عم بحكيكم لكم هيدا الشيء؟ عم بيعطي لون؟ ايه عطى. العالم اكيد عم بيطمنوا على ويليام، عم بحكي غير الاهل، يعني الاهل اكيد عم بيطمنوا، العالم كتير عم بيطمنوا على ويليام، بس انا ما عم بحس انه في تعاطف معي انا كأم، وما خص العالم، انا اللي عم بطلب، انا بحاجة لتعاطف، ما عم بلاقي هالتعاطف. يعني انا ما لحقت خلص من اول فيروس خلص. أنا بالعادة بس أقطع بمحنة، بس خلص المحنة بنهار، فما لحقت انهار فإجاني محنة تاني وأنا بعد ما انهرت. فالانهيارات جاية مشان هيك نصيحتي لكل ام جديده، اولا انت ام عايشه ببلد لحالك بالغربه مع اولادك، قلبي معك، ما بعرف كيف عم تعمليها. اذا انت عايشه ببلد يلي هو مع اهلك، اهل جوزك، حيلا سبورت موجود معك، استفيدي من هيدا السبورت. عيشي قريب من اهلك، عيشي قريب من اهل جوزك، ما تقولي لا انا حاعملها لحالي، ما حتعمليها لحالك. خلينا نكون متفقين، ما حتعمليها لحالك، انت بحاجه لسبورت. وانا يعني بتطلع امبارح بين عندي فيديو على انستغرام كتير هيك حيوضح لكم الفكره اللي انا عايشتها. يعني انا بتطلع بلاقي انه في ناس عم تشتغل وعم تسهر وعم تظهر وبتصور حياتها كل وقت على السوشيال ميديا وبيتها دايما مرتب، وبتطلع هيك بقول يا عمي طب انا بدي هيدا الشيء، كيف في احصل على هيدا الشيء؟ طلع انه هيدا الشيء مش هن عم بيعملوه، طلع انه في هيلبر عم بتساعدهم، طلع انه في حماتهم كل الوقت مع البيبي، واذا مش حماتهم مع البيبي اختهم مع البيبي، واذا مش اختهم مع البيبي امهم مع البيبي. في سبورت جدا قوي عم بيكون وراء الكواليس نحن ما بنعرف فيه. ومش غلط، بالعكس هن
اذكياء. الامات اللي عندهم سبورت وعم بيستفيدوا من السبورت تبعهم هول امات اذكياء. منا غلط، انتبهوا، يعني هن مش انه تاركين اولادهم، لا، بالنهايه نحن بدنا نشتغل وبدنا نعيش. يعني انا اذا ما اشتغلت كيف بدي اعيش؟ واذا جوزي ما اشتغل كيف بده يعيش؟ ما بنقدر. فانا ناقصني بحياتي سبورت. عم بجرب اني اخذ السبورت من الفلبينو ليدي اللي رح تجي لعندي. رح جرب انه هي تكون السبورت، بما انه ما عندي هذا السبورت دايما موجود حدي. لازم نمشي. ايه يلا وليتس سي شو بصير. فاذا شفتوني ما عم نزل فيديو، انتم بتقدروا تعطوني سبورت انكم تفوتوا على فيديوهات قديمه لإلي وتحضروها، هيك بتكونوا عم بتشجعوني. وبس هيك جايز، ما في وقت اني ابكي. بشوفكم بعدين. جايز خليني اخبركم شو صار وليه نحن بالمستشفى. نحن رجعنا فتنا على المستشفى. وقتها كنت عم صور الفيديو كان عنا موعد مع البيدياتريشن اللي هو الحكيم تبع ويليام. رحنا على الموعد، كشف الدكتور على ويليام وقالنا ما في شيء، مثل ما صار لنا 5 ايام بقلنا ما في شيء، بس كانت الحراره بعدها موجوده. قالنا انه معقول تروح الحراره اليوم؟ قلنا له اوكي. رحنا على البيت ثاني نهار الصبح الفجر، يعني الساعه 5 الصبح رجعت طلعت الحراره. رجعت حكيته للبيدياتريشن قلت له طلعت الحراره، وطلع كمان فحص الدم وقال لي ليكي خلص بدكم تروحوا على المستشفى. انا مني حابة كنت اني روح على مستشفى موجودة بلارنكا، لانه بس مستشفى حكومة وكتير تعذبنا قبل بمرة. ما في مشكلة ابدا بالمستشفى الحكومة، بس الفكرة انه كتير في عجقة وفي ضغط والأوضة كتير صغيرة، وعم بحطوا كانوا 4-5 ولاد بأوضة مع بعض، عرفتوا؟ يعني اذا في ولد كمان حرارته عالية وعنده نفس السيمتومز والعوارض تبع ويليام، عم بحطوا الولد معنا، وبيبيات عم بيبكوا. يعني البيبي بيبكي بوعي الكل، بيسكت بيبكي واحد تاني بوعي الكل. فكان الوضع ابدا لا يطاق وما قدرت ابدا اني اتحمل. حكيت الدكتور قلت له بدك تلاقي لي برايفت، شيء مستشفى خصوصي بيستقبل الاولاد. تنلاقي مستشفى خصوصي يستقبل الاولاد، بيستقبل بيبيز خصوصي. اضطرينا نروح من لارنكا على ليماسول 1.5 ساعة بالسياره. وصلنا على المستشفى وهلا نحن بالمستشفى. رجعنا عدنا كل الفحوصات، بلشنا انتيبيوتيك اللي انا برايي انه كان لازم من اول مره عرفوا انه ويليام عنده سالمونيلا، لاقط سالمونيلا، كان المفروض انه ينعطى انتيبيوتيك. انا هيك بفهم، بس هون باوروبا كتير صعبه انه يعطوا انتيبيوتيك، بيتركوا الانتيبيوتيك اخر شيء. هلا يعني هن كانوا كانه في كتاب وقاعدين عم بيقروا الكتاب وعم بيقولوا اوكي انتيبيوتيك بينعطى بالاخر، يعني بنعطيه بالاخر، عرفتوا؟ بس هو ان فاكت انا برايي انه كان لازم ينعطى انتيبيوتيك من اول مره ما يعمل ريلابس. يعني السالمونيلا رجعت عادت حالها ورجعت علت الحراره وعم ترجع تعمل الدياريه وعم بيرجعوا العوارض يصيروا مره ثانيه. هذا الشيء كتير عصبني، حرق لي اعصابي، لانه كان لازم هذا الشيء يصير من قبل وما صار من قبل. وانا ما فيني شرعهم، يعني انا ما فيني اجي لعندهم اقول لهم لا امبلا بدكم تعطوه انتيبيوتيك. الصبي مسؤوليتهم وهن مسؤولين عنه وهن اللي بيقرروا. حاسه انه الكاميرا بدها تنظيف افضل من نفس الشيء. anyway رجعنا على المستشفى. قديش صرنا بالمستشفى بيه؟ هيدا رابع يوم، هيدي رابع ليلة رح نقضيها هلا بالمستشفى. بلشنا دغري انتيبيوتيك. في بيدياتريشن هون عم بيشوفوا لويليام، كتير حبيته للبيدياتريشن، عم بيجي الصبح وعشية ودايما على اتصال بالمستشفى وعم يعرف كل المستجدات وهيك. على اساس كان انه اليوم نظهر من المستشفى. شوفوا شو صار، نحن جينا على المستشفى بلشنا عم ناخد انتيبيوتيك بلا ما نعرف شو سبب الحرارة، ليه الحرارة بعدها عم تطلع وتنزل. بس خلص يعني على 5 نهار صرنا مضطرين انه بدنا نعطي انتيبيوتيك لانه الحراره ما عم تنزل. يعني بتصير كانه عم نعطي انتيبيوتيك على صحه السلامه، عرفتوا؟ بس هي مش على صحه السلامه، كان لازم ينعطى من قبل. على كل بلشنا انتيبيوتيك. اليوم نحن رابع نهار بالمستشفى، من بس قطع 48 ساعة على الانتيبيوتيك بلش عم يعطي مفعوله وراحت الحرارة. بس عملنا فحص دم وبين بفحص الدم انه في شيء اسمه CRP اللي هو قديه في انفلاميشن التهاب بالدم، بين عالي. يعني كان لازم يكون اوطى من هيك، وكان لازم انه اليوم نكون
بنكون نحن فلينا من المستشفى. anyway الدكتور قالنا شوفوا الحرارة وطيت بس فحص الدم بعدها شوي الالتهاب عالي وانا ما فيني طلعكم من المستشفى. اليوم تبقوا بالمستشفى كمان وبكره نرجع منعيد فحص الدم ومفروض انه السي ار بي ينزل لانه خلص عم ناخد انتيبيوتيك. مفروض السي ار بي ينزل ومفروض لوقتها كمان نكون عرفنا شو صاير. فل الدكتور وعرفنا انه احنا اليوم باقيين كمان بالمستشفى. انا كتير زعلت وبكيت قلت خلص انه رح نطلع تعبنا عن جد تعبنا عرفتوا. anyway شوي وبتجي النيرس وبتقلنا بين معنا بالستول تيست او فحص الخروج انه في سالمونيلا. قلت لها انا لا وشو صار لي انا عم بحكي اسبوع بس شو الفكره انه انا حكي ما بيفرق ما بهم انا شو بحكي. المهم الدكتور شو بيحكي لان الدكتور هو اللي رح يوصف. anyway ويليام عم بنقني لانه خلص يعني وصلت معه لهون ودق على خلقه ما فيني يعني شايفين انتوا الاوضه هيدي برايفت عرفتوا كيف اذا حكومه برايفت وعاطينا اوضه سوبر صغيره انجا صايعين الاغراض تبعنا فيها بس الحمد لله انه نحن لحالنا. مامي I love you. مهم خليني كفيلكم انه بس عرفوا انه سالمونيلا ولانه السالمونيلا بتعدي. هلا هي السالمونيلا بتعدي اذا يعني سوري يعني بس الخروج تبع البيبي يعني حطيتوه بتمكم عرفتوا انه كتير صعبه تعدي. بس المهم كرمال يزيدوا على قلبنا وياخذوا احتياطاتهم الجماعه يعني هذا الشيء انا كتير بتفهمه. حطوا لنا على الباب اشاره هالقد كبره هيك كبيره ايزوليشن. احنا منبوذين حاليا بالاوضه. فينا نظهر من الاوضه بس اكيد لازم نعقم ايدينا ونهتم كتير بالقصص التعقيم كرمال ما ولد تاني ينعدى وام اول فور ات يعني اكيد اني كتير عم بعقم واصلا مش عم بطلع من الاوضه. هذا هو اللي صار لهلا. ما بعرف ليه اجاني احساس انه لازم اطلع على الوقت لانه معقول يوقف الفيديو. اختفى الفلتر مش عم برجع لاقي الفلتر فمشان هيك رح تلاقوا منظر اتغير. anyway هيدا هو اللي نحن فيه حاليا. ان شاء الله انه نعمل بكره فحص دم. اهم شيء انه ينزل الالتهاب بالدم كرمال نرتاح كرمال نروح على البيت نكفي الانتيبيوتيك بالبيت. هيدا كل شيء جايز. باي.